سلام، مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم نوع من الحلويات اللي هو سيجار الشوكولا. وصفه هذه ناجحه ومضمونه، يجيكم السيجار تاعكم خفيف والحوش بزاف بنين ويشد لكم المده طويله. هنايا واش عندي في العجينه؟ عندي 125 غرام تاع زبده تكون طريه، مرقانين طريه بدرجه حراره الغرفه. زدت عليها 50 غرام تاع سكر ناعم، لازم يكون مغربل، غربلوه من قبل. وزدت عليها قريصان تاع الملح ومغرف صغيران تاع لافاني. خلطهم بيان حتى تدخل لي كامل هذاك السكر في المرقارين. ومن بعد ضفت عليهم حبه كبيره تاع البيض، حبه بيض. وزدت عليهم عطر تاع البراليني. خلطهم كيف كامل هادو لي زانغريديون بيان. ومن بعد بديت نضيف هنايا في الفارينه تدريجيا، نضيف بشويه. والفارينه كيف كنت غربلتها من قبل، نضيف غير بشويه ونخلط حتى نتحصل على اون بات تاع الصابلي تكون طريه، يعني ما تكونش ناشفه بزاف، ما تكونش يابسه. نلمها بيان كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على هذا القوام. فوالا، ونغطيها ونخليها تريح. بعد ما تريح لي جيت هنايا درت كيس بلاستيكي كما راكم تشوفوا باش يسهل لي الخدمه. فتحته على زوج، درت العجينه نتاعي وبديت نفتح فيها كما راكم تشوفوا. العجينه هنايا حاولوا ما تخلوهاش خشينه هكذا باش السيجار تاعكم ما يجيش خشين بزاف، وما ترقوهاش بزاف. دوك تشوفوا كيفاش لازم تكون متوسطه. فتحتها وبديت نقطع هكذا كاع في ليكوتي حتى نتحصل على مستطيل. ومن بعد نجيب هنا المول تاع السيجار تاعي ونعبر هكذا باش ندير على حسب الطول تاعو، ونبدا نلف، ندير لفه واحده يعني خطره برك كما راكم تشوفوا. دوك تشوفوا يعني الفيديو راهو واضح هكذا خطره، ونقطع العجينه نتاعي هكذا. ومن بعد تغلقوا بيان هذيك الفتحه، اغلقوها بيان. كي تشوفوا العجينه تاعكم هكذا شويه خشينه اللي في السيجار، بداو تفتحوها غير بين يديكم حتى ترقق. ومن بعد ونحوا هذوك لي كوتي اللي في الطرف، لازم ما تخلوش العجينه تاعكم تغطي لكم كامل المول تاع السيجار. شوفوا غلقتها هكذا يا بيان، وبديت هكذا نرققها. لازم ترقوها وتنحوا هذيك العجينه اللي تبقى لكم زياده هكذا، تاع تضمنوا باللي السيجار تاعكم يجيكم خشين بزاف. هالا هكذا ونحوا لي كوتي. فوالا هكذا حتى نتحصل على هذا الشكل. نكمل كامل السيجار تاعي بهذه الطريقه. هذا النوع من الحلوى راح يقطع لكم، يعني بهذه 125 غرام راح تقطع لكم فوق 20 حبه، يعني راح يخرج لكم كميه مليحه. نكمل كامل نشكلهم ونحطهم في سنيوه وندخلهم يطيبوا على 180 درجه لمده هكذا حتى 20 دقيقه. يدوا هذيك لا كولور دوري، طفوا عليهم خرجوهم. بالنسبه للحشو انا راح ندير كريمه هنايا ساهله. درت هنايا كيله نتاع بودره شونتيي بكيله نتاع الماء بارد، ودرت عليهم عطر تاع البراليني. طلعتهم بيان، ضربتها بيان شونتيتي. بعد ضفت عليها هنايا الجوز مرحي. تقدروا هنايا تنكهوها، تقدروا تزيدوا لها شوكولا تارتيني كيما تحبوا. انا خليتها كيما راهي هكذا، درتها بعطر البراليني. هام لي سيجار توي. شوفوا بعد ما طابوا لازم تخلوهم يبردوا بيان، ما توشيوهمش كامل حتى يبردوا. كي يبردوا باش تروحوا نحولهم ليمول، سينو راح يتكسروا لكم. انا بعد ما بردوا لي نحيت لهم ليمول وجيت هنايا فوريتهم بهذيك لا كريم. درتها في اون بوش، درت كميه منها. ومن بعد في الوسط درت لها الكراميل هالا كما راكم تشوفوا. ومن بعد زدت غطيت بالكريمه هكذا تكون الحبه لداخل، يعني كي تقسموها تصيبوا الكراميل والكريمه لداخل. فوالا هكذا كما راكم تشوفوا. نعمرهم كامل بالكريمه. بالنسبه للكلاصاج انا قلاصيتهم بشوكولا اولي، شوكولا تاع الحليب، وضفت عليها شويه تاع الجوز مرحي في الخشين، يعني يولي لي كلاصاج قوم. وقلاصيتهم كامل حتى يولوا لي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل النهائي تاعهم. شوفوا الحبه كي تقسموها على زوج كيفاش تجي لداخل، يجي شهي ويجي خفيف. والبناء ما نحكي لكمش، ديروه في العيد على بالي بلي ماكمش رايحين تندموا عليه. انها وصفه ناجحه 100% مضمونه، وما تخافوش ما يتكسر لكمش، ما عليكم غير تتبعوا لا فيديو وبلي ديتاي كامل. سلام.